أيها الحضور البهيج، إن عضوية فلسطين في اليونسكو تفتح المجال أمام الفلسطينيين للنضال والعمل في مجالات لا تقل أهمية عن المجال السياسي والعسكري، وهو ميدان التربية والعلوم والثقافة. أمامهم إذن العمل على وضع المناطق الأثرية الفلسطينية تحت حماية اليونسكو، وإدراج العديد من مواقعها التاريخية في لجنة التراث العالمي، لعل أهمها كنيسة المهد في بيت لحم، إضافة إلى عدة مواقع في مدينة الخليل الضاربة في عمق التاريخ. وكذلك عليهم العمل على وضع وتطوير برامج التربية والعلوم والثقافة تشرف عليها وتمولها اليونسكو. أخيرا أيتها السيدات والسادات، هذا العلم الفلسطيني الذي رفع في مقر منظمة اليونسكو بباريس، والذي طالما رفرف وخفق في قلوبنا جميعا، سيرفع أيضا. وعد من هنا من هذه المكتبة الوطنية أن يرفع عاليا في الأمم المتحدة وباقي المنظمات العالمية الأخرى، وبالقدس إن شاء الله عاصمة